في هذا الفيديو الفيزياء راح تنتقل لبعد ثاني. Your headlights are on. وهذه الدبابة راح وهلا والله، واهلا بكم بمجموعة المقاطع اليومية. في مكان ما في ايطاليا يوجد مكان فيها الجاذبية ببساطة معدومة، واللي تخلي اشياء زي كذا تكون ممكنة. لا امزح، التريلا معدلة طبعا، لكن مع ذلك يظل شيء مبهر. في فترة الثمانينات بعض الشركات حسبوا انها فكرة رهيبة وجود مساعد صوتي بالسيارة، وهذا عشان نقعد ننبهك لو انك ناسي شيء في السيارة. عاد ما يحتاج اقول لكم ليش هذا النظام ما استمر. Please fasten your seatbelts. Thank you. A door is ajar. Thank you. Don't forget your keys. Your headlights are on. Thank you. في طرق كثيرة عشان نقيس فعالية دبابة معينة، يعني مثلا في السرعة أو درع الدبابة نفسها أو قوة المدفع، وبعدها يجي اختبار البيرة. يب، لكن من جد الحين هذا بس كان تباهي من الألمان لنظام التثبيت في دباباتهم. وأيضا الألمانيين عندهم مقولة مشهورة واللي هي First Work, Sense fun. أو بمعنى ثاني Deutsche Ingenieurskunst, jetzt bei Mordauto. فيديو قريب على الألماني ترقبوا. على أي حال الطريقة اللي يشتغل فيها هذا النظام هو في أبسط العبارات بالجيروسكوب، اختراع بسيط لكن فعال. في بث مباشر كان فيه اثنين يسولفون، لين فجأة من اللامكان طلعت سيارة من ورا وخربت عليهم البث، وإذا ركزت بتلاحظ إن شفرليه كانت أصلا قاطعة الإشارة وصدم واحد ثاني قبل الحادث. It got so quiet in here. How did I? I think we're fine. I think we got all the audio on there. في عالم دركسونات الألعاب أعلى عزم دوران يعني الأفضل. المشكلة الوحيدة هذه القوة يمكن مرات تكون خطيرة، ترى من جدي ما أمزح. بعض دركسونات الألعاب اللي بالسوق يمكن توصل لعزم 25 نيوتن متر، واللي هو أكثر من كافي عشان يسبب لك إصابة. الوقت كالسيف، واذا ما قطعته بتخسر. المقولة هذه تركب بالقوة في سباقات الرالي، لانه ببساطة الوقت فيها لانه ببساطة الوقت فيها هو كل شيء. فلا تكون مستغرب اذا شفت شيء زي كذا في سباق للرالي، لانه فرق ثواني معدودة زي الفرق بين المركز الاول والاخير. تعرفون روسيا والميمز اللي عليها صح؟ المهم ذا مو موضوعنا هو فكرة انه الروسيين راح حرفيا يدرفتون في اي مكان يمكن تتخيلوا، في الثلج، في الشوارع، وحتى مع ديانا. وبالحديث عن الاشياء المجنونة، حرفيا ماني قادر افرق اذا هذه كانت عملية انتحارية او بالفعل مجرد استعراض. هذا لو كان يندرج تحت كلمة استعراض، فانا ما اعرف وش معنى تعريف كلمة استعراض صراحة. الفورمولا زي الرالي كل شيء فيها عن السرعة، لكن مع السرعة طبيعي تصير أخطاء مرات زي هذه. És viszi a csövet. Na, akkor itt van, és akkor fölként szerintem itt a vége Räikkönen fedélzeti kamerájából. Itt jön a benzin, azt a mindenit. Jézus. Räikkönen. ولأنه هذا موسم الفورمولا في هذه اللقطة زايدة. في هذه اللقطة بقنعك إنه سواقين الفورمولا عندهم عروق راعين الانترا. Strictly speaking, Crofty, it's causing a collision. The driver of car number 5 caused a collision. You watch when he goes alongside. I think they touch again. Yeah, they do. When he drives in. سيارات الجي دي ام زي ال 246 يصيرون نادرين يوم ورا يوم. واحدة من هذه الأسباب هي الحوادث المستمرة عليها، لكن على الأقل احترم هذا الشخص إنه كان يفحط بشارع فاضي. في أمريكا السيارات بشكل عام لازم ما يتعدى صوتها 95 ديسبل، وأي شيء فوق هذا يعتبر ممنوع. ما أدري عنكم صراحة، لكن هذا باين إنه تعدت ال 95، يعني قصدي كان عالي بزيادة، حتى الكاميرا ما قدرت تلقط صوت الإكزوست. اكثر سيارات الاس يو في تقدر على الاوفرود، لكن تقريبا كل هذه السيارات ينتهي بها المطاف في الشوارع العاديه، وبالذات اذا كانت هذه السياره لاند روفر او جي كلاس. انا اتفهم انه من الصعب سواقه مليون ريال في البر، لكن حرفيا اعطي كامل الاحترام لاي شخص ياخذها للبر ويستخدمها صح.
اذا في احد منكم زيي ففي الاغلب تحلم في امتلاك واحده من سيارات الجي دي ام، يعني ايا كانت هذه السياره سوبر او جي تي ار. لكن الحين تخيلوا معي قدامك كل سيارات احلامك في مكان واحد، والحين وقفوا تتخيلوا، لانه خلينا صريحين هذا الشيء في الاغلب مستحيل، اوكي؟ او يمكن مو مستحيل. ممكن تسوي لنا مقطع عن سياراتك كامل ان شاء الله. نبتدي باول سياره عندي في المجموعه الهوندا الاس 2000 2004 اي بي 2. اعز سياره عندي الاس تي اي هاتشباك 2010. سيارات حلبات الاس تي اي 2005 مجهزه للحلبه. سيلفيا اس 13 مجهزه حق درفت. في سياره هني عاده توقف الاس 14 بس موجوده الحين في الجراج. وهو عندك الار 34 والار 35 موجود في الكويت. وعندك الام كي 4 سوبرا تيربو. عندك الام كي 5 سوبرا استخدام اليومي الحين. سيارة الرسميات الدبليو 12 توين تيربو بنتلي جي تي. 972 جي تي 3 كلاب سبورت. الاي 63 اس. سيارة الوالدة ربي يحفظها النافيجيتر. في الاغلب انت يا عزيزي المشاهد راح تمتلك واحدة من هذه السيارات، وهذه اذا وقفت تضيع وقتك في اليوتيوب والخرابيط هذه. انا ما اقول لك اسحب على قناتي وروح اشتغل، لكن اسحب. ايرو سوكر شركة طيران للشحن واللي سمعتهم نازلة للأرض، لا ترى من جد نازلة للأرض بالمعنى الحرفي. هذه الشركة معروفة بتحمل طيارات الشحن حقتهم بالحمولة الزايدة، واللي هي لحالها تخليها مهمة صعبة عشان تقلع الطيارة. تقريبا كل لقطات الإقلاع لهم بالنت مشابهة لبعض، كلها لطيارات تتأخر في الإقلاع. وفي مرة معدة هبوط الطيارة صدمت بالسياج الحديدي للمدرج. طبعا ما أقدر أعرض اللقطة كاملة لأسباب واضحة، لكن بعدها الطيارة تحطمت بالأرض. تخيل تكون واقف وتجي سيارة تشطفك على سرعة 160، والحين تخيل تكون ماشي 160 وبعدها تشطفك مرة ثانية. في شيء اسمه الباور شيفتنج، معناها انك تعشق للنمرة اللي بعدها من دون ما تشيل رجلك من دواسة البنزين. يمكن انها تعدم السيارة اذا ما سويتها صح، لكن في بعض السيارات هذه الميزة تجي من الوكالة. وبالحديث عن انعدام السيارة، الشيء اللي حقيقي يقطع قلبي هو مشاهدة هوندا اس 2000 وهي تسوي ماني شيفت. مين تتوقعون راح يفوز؟ بي ام دبليو 80 ستوك بالكامل او ميات بمجداف؟ سمعتني صح، مجداف. اوكي الحين من جد، هذه سيارة تمشي بالتجديف، مو بالضبط لكن قريب، حتى ما عندها اكزوست لكن صوتها افضل من 99% من السيارات الحديثة. لكن بجدية الحين، هذه حرفيا سيارة تمشي بالشارع بتجديف، جيب لي شيء ارهب من كذا، حتى الجنوط متعوب عليها. رياضة الدريفت لحد ما مكلفة. أول شيء تحتاج سيارة مجهزة للدريفت وعدد من الكفرات عشان تبدل بينها. سيت اب ألعاب السيارات في الجانب الآخر حل ممتاز. أوكي شوفوا تكلفة سيت اب زي كذا في الأغلب بتجيب لك سيارة دريفت، لكن لو تقيسوها على المدى البعيد بتشوف إنه يستاهل. But I mean with VR and everything, it feels real like that. You know, obviously you didn't feel it. I was gonna say, did you feel that? But it just feels so cool. And it just makes the game so much more fun. The F1 car in the motion sim is absolutely insane. Something happened. الشمعات اللي تقوم من مكانها واحدة من أعظم الاختراعات في عالم السيارات، وهذه حقيقة ما هو رأي شخصي أوكي، وعلى الرغم إنها رهيبة بمعنى الكلمة هذا أبدا لا يعني إنها كلها بنفس المستوى، وهذه بعض من أغربها كمثال. من جد يا أخي من شاف هذا الشيء وحس إنه شكلها رهيب. وايضا من الاشياء اللي متفق عليها انها رهيبه هي الامبرزا الاس تي اي. اوكي يمكن لا، لكن انا اشوف برايي هذا الشيء، وهذا اهم شيء. في الرالي السيارات يا بدفع رباعي خلفي او سحب امامي. الدفع الخلفي ارهب شيء لانك يمديك تطلع لقطات زي كذا. بعض معارض السيارات حرفيا شيء جدا سهل انك توصل للمكان اللي يحفظوا فيه المفاتيح، واذا صار هذا الشيء في الحقيقة بيكون مشابه لهذا الشيء. 6 سيارات تشالنجر انسرقت في رقم قياسي تحت 40 ثانية.
اغلب الهايبر كارز يقضون 99% من حياتهم في الكراج باستثناء واحدة، هذه البقاني زوندا، وبالتحديد ثاني زوندا اتصنعت. هذه الزوندا عندها 1,000,000 كيلومتر على الطبلون. يب سمعتني صح، 1,000,000 كيلومتر على هايبر كار، يعني اعلى من اي اكورد. هذه كانت سيارة التجارب لبقاني، يعني اي اضافات وتقنيات جديدة كانوا اول شيء يختبروها في هذه السيارة. وبعد 17 سنة و1,000,000 كيلومتر اخر ماكينة جت عليها كانت 7.3 لتر 750 حصان. كمية التشديد على أصحاب السيارات في كاليفورنيا حقيقة مجنون. هذه الولاية مرة مشددين بخصوص التعديل في السيارات، لدرجة إنه واحد من الشرطة قاعد قرابة نص ساعة يلفلف في الكبوت، وهذا بس عشان يدور أي شيء مشكوك فيه. So not readily visible. I mean, You have to move that. it's well. That's how it's all set up. There's are 4 cops here. What do we do? Oh. وبس. حقيقة شكرا لكل شخص وصل لهذه الثانية. تقدر تشيك باقي المقاطع إذا عجبك هذا الفيديو، وزيكم مرة روابط المقاطع كلها موجودة تحت في الوصف. وبس سلامتكم.